كتير من الطلبة الأزهر بيسألوا ازاي نحفظ القرآن واحنا مش ختمينه، ازاي نحفظ المنهج بسرعة، وأسئلة الامتحان بتيجي على ايه بالظبط، وأسئلة تانية كتير زي هو لازم أكون خاتم القرآن عشان أقفل امتحان القرآن. في الفيديو ده أنا هجاوبك على كل الأسئلة دي واحدة واحدة. حياة مشغول في المذاكرة اليومين دول وتعبان، فأنا مكانه النهاردة. ادعوا له كده ربنا يوفقه وكمل معايا للنهاية عشان الفيديو ده مهم جدا وممكن يغير طريقتك في حفظ القرآن. متنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتشترك في القناة دي، ويلا بينا. ولا تعرفها ان امتحان القرآن مش لازم تكون خاتم عشان تحله. الامتحان بيجي من سورة البقرة عادي وسورة العمران والماضي البعيد واول 3 ايات من كل سورة. يعني المطلوب منك ببساطة تحفظ سورة البقرة كاملة وسورة آل عمران واول 3 ايات من كل سورة. طيب المهم هتحفظ ازاي؟ ركز معايا واعمل لايك يا جميل. اول حاجة خلي القرآن جزء اساسي من يومك، ومش عايز منك اكتر من انك تحفظ 10 ايات بس في اليوم. طيب ازاي؟ ببساطة جدا، احنا عندنا 5 صلوات في اليوم، مع كل صلاة احفظ ايتين بس، ولما تيجي الصلاة اللي بعدها راجع اللي انت حفظته وبعدين احفظ كمان ايتين جداد. بعد كده هتبدأ في سورة آل عمران بنفس الطريقة، ودي حوالي 200 آية، يعني في 20 يوم بس هتكون خلصتها بإذن الله. مع كل يوم بتحفظ فيه جديد ارجع ابدأ من أول السورة من تاني عشان تحفظ وتراجع في نفس الوقت. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتكتب لي في الكومنتات بقى مين الأحسن، أنا ولا عياد الحقيقي. سلام.